اليوم السبت أتباع الهجري بالسويدة طالعين مظاهرة بساحة الكرامة تحت عنوان حق تقرير المصير. المهم ركزوا انه طالعين يوم السبت، المهم رافعين اعلام الاحتلال الاسرائيلي وصور للهجري مكتوب عليها القائد الوطني. يا سيدي الوطنية عم تشرشر يا سيدي الوطنية عم تبكي بالزاوية، والكرامة عم تبكي بالزاوية، والمصير عم يبكي بالزاوية، وما ضل زوايا، ما ضل زوايا تعريكم، ما ضل زوايا تكشف احقادكم. لا، وعم يحكوا بالفم الملآن انه نحن ما بدنا اداره ذاتيه، بدنا الاستقلال الكامل عن سوريا. بالله بدكم الاستقلال الكامل؟ بالله بدكم الاستقلال؟ شو عندكم من مقومات الاستقلال الكامل؟ يعني اخلاقيا وطنيا، مع انه كاتبين على الهجري صوره القائد الوطني. المهم بدي اعرف، عندي فضول اعرف شو تعريف الوطنيه عندكم، شو تعريفها؟ شو تعريفها؟ وعلم الاحتلال اللي قصف سوريا وعم يقتل أطفال غزة ويموتهم جوعا عم يرفرف بمظاهراتكم. شو تعريف الوطنية عندكم؟ معلي يطلع جهبذ مثقف من مثقفينكم يشرح لنا شو تعريف الوطنية عندكم؟ كيف تفكروا؟ شو مقومات الاستقلال اللي بدكم إياه؟ شو المقومات الموجودة عندكم؟ معلي حدا مثقف، أنا عسرت المثقفين يا شباب والله آكل هم محامي الشيطان اللي كل مرة بيلاقوا تبريرات لجماعة الهجري. آكل همهم الآن كيف بدهم يبرروا له، كيف بدهم يلاقوا له مخرج بعد هذا السقوط الأخلاقي المدوي، السقوط الوطني المدوي، بعد هاي الخيانة العظمى. وبترفع علم الاحتلال الإسرائيلي ماله، مشان ما نجامل بعض ونضحك على بعض، ما له اسم غير خيانة عظمى. كيف بقى يا محامي الشيطان، يا معشر المثقفين، كيف بدكم تلاقوا تبرير للهجري؟ كيف؟ ترى ليكوا لا تقولوا انه انتم جبرتوهم والدولة جبرتهم وما بعرف ايش. بدي اذكركم بشيء، لانه الناس ذكرت سمك حتى لو كانوا مثقفين. 14 سنة ما ضل نوع من المجازر والإبادة ما تعرضوا للسوريين. 1,000,000 شهيد بأقل الإحصائيات، مئات آلاف المفقودين، ملايين المهجرين، تهدمت بيوتنا فوق رؤوسنا. الناس لهلأ عايشة بالخيام، ولا حدا قال بده إسرائيل، ولا حدا طالب بالانفصال، مع أنه كان حقهم ربما بسبب المجازر اللي كانوا يتعرضوا لها. ما حدا طالب. للحظة الأخيرة كانوا الكل يقولوا سوريا إلنا وما إلى بيت الأسد. للحظة الأخيرة كانوا الكل يشددوا على وحدة سوريا أرضا وشعبا. بس الكرامة ما بتنشرح. الكرامة بتخلق مع الإنسان، والخيانة بتخلق مع الإنسان.